واش اخباركم؟ ان هاد الكيك راه داير ضجه وحاله في جميع مواقع التواصل بشكلها المتميز، المذاق اللي كيحماق عليه صغير وكبير، مذاق الشوكولا الذي يعشقه الجميع. كتجي لذيذه ما تشبعوش منها، مسقيه ومعلكه خفيفه وهشيشه كتذوب ذوبان. وكوني اكيده غادي يسولوك منين شريتيها. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوها بطريقتي، وكنتمنى كذلك ما تبخلوش علينا بصمه صغيره، لايك، بارطاج، اشتراك للقناه من اجل الدعم والاستمراريه والمزيد ثم المزيد من الوصفات. كنشكركم فيما كنتوا ولا كنتم مازال ما اشتركتوا، كنقول لكم مرحبا، 100,000 مرحبا بالجميع. بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في واحد البول عندي 2 بيضات، قبيصه ديال الملحه، مبشور ديال الحامض، تقدروا تعوضوه بالساشي د لافاني. وغادي نضيفوا كذلك كاس غير ممتلئ بعبر كاس العنبات سكر سنيده، من الاحسن تكون سنيده اللي رطبه، ما يكونش داك السكر سنيده الغليظ، باش كتذوب دغيا مع الخليط. غادي نخلطو مزيان البيض سنيده حتى كيبيض الخليط وكيتقال شويه، باش الكيك ديالنا كيجينا خفيف ومهوي. من بعد هنايا كي كتلاحظوا معايا ما عفوا من بعد ما بيض الخليط غادي نضيفوا الزيت تدريجيا غير خويط، يعني هذا سر من اسرار نجاح الكيك. هنايا الزيت بعبر كاس العنبه، كذلك كاس غير ممتلئ ناقص 1 المليم. نخلطوا المكونات مزيان غير بالفوي اليدوي. الا بغيتوا استعملوا الخلاط الكهربائي فيمكن لكم. غادي نضيف هنايا كاس بعبر كاس العنبه ديال الماء اللي ضفت له معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. تقدروا تعوضوها الا كان عندكم هنايا القهوه اللي كتكون مقطره، كذلك يمكن لكم. غنضيفوا كذلك علبه ديال الشوكولا باش كنبقاو في المذاقات اللي هي منسجمه، كنمشيو في مذاق واحد، لان الكيك بمذاق الشوكولات خاص يكون فيه المذاق حاضر بقوه. من بعد هنا كتشوفوا معايا غادي نضيف هنا واحد 2 ساشيات ديال بودره الكاكاو المر. ضروري نستعملوه من نوعيه جيده باش كيعطينا مذاق زوين في الكيك ديالنا. من بعد هنايا ضروري كي قلت لكم خصنا نغربلوه باش كنتخلصوا من داك الحبيبات، ما كيبقاو ليناش في الخليط، ما كيبغيوش يتفككوا، ما كيبغيوش يتحلوا. هنايا كتشوفوا معايا غادي نخلط كذلك البودره مزيان، وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق. هنا الدقيق متعدد الاستعمالات، ماشي ضروري يكون ديال الحلويات، دقيق عادي غير خصو يكون رطب. هنايا كتشوفوا معايا 2 كيسان ونص بعبر كاس العنبه، والنص الاخر خليته احتياطي على حسب نوعيه الدقيق وكذلك على حسب حجم البيض. عندي 2 ساشيات ديال خميره الحلويات بيكين باودر، وغادي نضيفوا عفوا 1 المعلقه صغيره ديال الخل، لان الخل كيعطينا الطراوه والهشاشه للكيك ديالنا. هنايا غادي نخلط مكونات مزيان حتى غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش عاوتاني خفيف. بالنسبه للقوام ضروري خاصنا نحصلوا على هذا القوام هذا اللي غادي يبان لكم في الاخير، يعني ضروري خاصنا نلتزموا بالمقادير باش الكيك ديالنا كينجح معنا وكيجي بواحد النتيجه زوينه بزاف، كيجي كيك خفيف. فإلا وصلتوا معنا حتى لهاد اللقطه هذه، نتمنى انكم ما تبخلوش علينا واحد البصمه صغيره، لايك، بارطاج، اشتراك للقناه من اجل الدعم والاستمراريه والمزيد ثم المزيد من الوصفات السهله والسريعه والناجحه اقتصاديه في نفس الوقت. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والالتفاتات الطيبه للقناه، شكرا لكم ومرحبا بالجميع. بالنسبه للقوام ديال الكيك ضروري خصنا نحصلوا على هذا القوام، نشكلوا به خطوط كيبقاو شويه وكيختفيو. هنا بالنسبه للمول غادي تستعملوا اي مول كتوفروا عليه. انا راني دهنته بالزبده وغبرت عليه الدقيق، وكان ضروري كنتخلصوا من كميه الفائض ديال الدقيق باش ما كتجيناش الكيكه شهبه لان فيها الكاكاو. هنايا كنوضع الخليط ديال الكيك ديالي في المول. الفران اللي تيكون يلا شعلته يعني دافي، من الاحسن نستعملوا شي لاطه على شي لاطه
مع المول ديالنا قبل ما ندخلوه للفران باش الكيكه كتاخد حقها في الطياب وكطيب على خاطرها، كيدخلها الطياب حتى من الداخل. هنايا كي كتلاحظوا معايا باش غادي نسقيو الكيك، عندي هنايا تقريبا واحد 100 غرام ديال الشوكولا عاديه. من الاحسن الا كانت النوعيه ممتازه كان احسن. وغادي نضيف لها واحد نص كاس ديال الحليب اللي كيكون سخون، من يعني ضروري ثم ضروري خصو يكون سخون باش كيساعدنا ان الشكلاط كيذوب. وغادي نحصلوا على واحد الخليط اللي غنسقيو به الخليط، نخليوه كيرتاح شويه. من الاحسن نوضعوه في شي بلاصه اللي تكون دافيه باش غادي نسقيو به الكيك ديالنا. هنا بعد ما خرجت ليا الكيك من الفران خدات ليا تقريبا 45 دقيقه. غنسقيوها بالخليط ديال الشكلاط والحليب. راه في الاول كيكون خفيف، من بعد ما كنسقيوها كتشوفوا معايا كينزل داك الفائض ديال الخليط. من بعد هنايا راه حنا كنرجعوا نصفيو داك الخليط اللي كينزل لينا في التحت، غادي نصفيوه ونرجعوا عاوتاني نسقيو به الكيك. من بعد ما ضفت له واحد المعلقه ديال الزيت باش كيعطينا داك البريو. انايا راه حنا هاد المرحله ضروري نقوموا بها لان السقوه الاولى كتنزل، من بعد كنصفيو عاد كنوليو نسقيو الكيك ديالنا. كنأكد ونعاود باش كتعطيكم هاد النتيجه اللي كتشوفوها معايا. هنا التزيين كيبقى اختياري، كتزينوا الكيك ديالكم باش ما بغيتو. انا زينته بالقليل من الشكلاط مقطع. كان هذا هو الشكل النهائي. الكيك ديالنا راه كيجي روعه روعه روعه، اكثر من رائع. مذاق يا سلام، مذاق طوب طوب طوب، مذاق الشوكولا الذي يعشقه الجميع صغير وكبير. كتجي الكيكه خفيفه هشيشه معلكه ومسقيه بديك لاصوص اللي كتجي لذيذه لذيذه ما تشبعوش منها. نتمنى تجربوا الكيك باش تعرفوني على ايش كنهضر. ونتمنى كذلك الى عجبكم ما تبخلوش عليا بواحد البصمه صغيره، لايك، بارطاج، اشتراك الفيديو باش الفيديو يطلع لغيرك ويستفد منه الجميع. وشكرا لكم لانكم عطيتوني دقائق من وقتكم الثمين. شكرا لكم على المشاهده. ما بقى لي نقول لكم هاد الكيكه كتستاهل الجلسه مع الناس العزاز بحالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا، بالصحه والراحه، والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.